السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير والسعادة والياسمين دايما يا رب على عيونكم وقلوبكم. زي ما احنا شايفين كده طبعا، العادي الفطار الساعة 6 الصبح. سندوتشات المدرسة، جبنة ورومي ولانشون، وبرضو جبنة اللي هي البراميل الحادقة، وحلاوة ومربى. مظبطين يعني العملية للسندوتشات، لكن ولاد رفضوا ان هم ياخدوا السندوتشات دي للأسف. وطلبوا مني حاجات تانية. كنت متبلة بانيه بفتيك. قالوا لي لا، احنا عايزين النهاردة بقى يوم تغيير. فبقول لهم ليه يعني؟ مش انا كنت يعني معوداهم دايما اعمل لهم برضو مكرونه بشاميل، برضو بديها لهم مع بفتيك وكده في اللانش بوكس قطعه يعني ساعات كده. لكن طبعا الحاجات دي بتبقى مش يعني صحيه، او اللي هي المحمرات او المقليات، عشان الزيوت وكده. الصبح فطار بيبقى صحي. انا معوده يعني بديهم برضو احيانا في الاسبوع حاجات من دي. اهوت انا متبله البانيه وطلعته بقى ان شاء الله كده. اهوت الساعه دلوقتي 6 الصبح، وتبلته بسرعه، وحطيت خلاص اهوت الزيت على النار، وهعمل على قدهم عشان يبقى حلو وصابح يعني. خلاص اهوت هحمره. هم بقى مرضيوش النهارده ياخدوا ايه معاهم الجبن والحاجات. انا كنا شاريين من بالليل كل حاجه يعني زي ما احنا شايفين كده معايا. بحب اعيشكم كل حاجه معايا بدقه وتفصيل يعني الصراحه. لانكم انتوا احلى ناس في الدنيا. التتبيله دي بتاعه البانيه عندي، او البوفتيك اللي هو البقسماط ده انا بشتريه جاهز من عند اللي هو الفطاطري، اللي بيبيع برضو كنافه وجلاش. عنده اللي هو البقسماط دوت من النوع ده جميل جدا جدا يعني الصراحه. وريحته حلوه قوي وطعمه جميل. احسن من البقسماط اللي هو بيبقى برضو انا بحب استعمله البقسماط الخام، او الاكياس بقى اللي هي العاديه. خلاص كده اهوت انا بقى بفتح لهم اللانش بوكس زي ما احنا شايفين، وادي معايا علبه كاتشب اكياس هحطها لهم كده لوحدها. يحطوا هم على طول على الساندوتش على طول في المدرسه، بدل ما احط لهم يبقى يعني يطر الساندوتش منهم. هو الافضل يحطوا منه على طول، مع ان انا عندي ازازه الكاتشب اللي هي كده. وعامله لهم برضو البطاطس زي ما احنا شايفين اهوت. حمرت برضو بطاطس. الوقت ازف عليا يعني، كانت داخله دلوقتي على 7 الا ربع، على ما هم كانوا دلوقتي في الحمام بيتشطفوا كده. انا بقومهم 6:30 الصراحه يعني. احنا بنقوم 6:30 على ما ننجز ونلبس وبلبسهم وكده. اهوت بعمل للاتنين. انا عندي بقى بنتي الصغيره واللي في 5 برضو رايحين النهارده. يعني انا منزله الفيديو ده النهارده، الكلام ده كان امبارح. وبطاطس بقى محمرة بقى واظبط لهم الدنيا، ويوم بقى فري كده بقى من نفسهم يعني. وكملوا بقى معايا الفيديو، شوفوا بقى انا هعمل لهم ايه في الغدا. هصدمهم يعني. بندخل اهو بقى سلمى بقى حبيبتي بتدخل بقى اللانش بوكس والزمزميات خلاص. ومجهزينها. دخلناها خلاص اهوت الشنط. وانا بقى دلوقتي هفطر ايه بقى؟ هعمل لي طبعا فنجان القهوه بتاعي، الشيء الاساسي يعني في الصباح الباكر. اللي هي اللي مش طبعا مش بفضلها او بلبن. احيانا بعملها. وكنت جايبه لهم بقى اللي هو الحلويات شيبسي ومولتو برضو، حطيتها لهم مع اللانش بوكس. هم حاطينها مش في اللانش بوكس، حاطينها في مكان تاني في الشنطة. وكان في مولتو وشيبسي وعصير. عصائر يعني بجيبها لهم اللي هو المراعي ده جميل جدا، اللي هو اللبن بالكاكاو بالشوكولاتة. وطلعت انا هنا واحد مولتو كده مع الفنجان القهوة بقى بسرعة. عشان كنت يعني ورايا حاجات كنت عايزة اخلصها، بدل ما اعمل لي سندوتشات لسه وكده. فقلت اخد بقى الايه المولتو مع فنجان القهوة. يعني برضو منه فيه اللي هو الشوكولاته وباظظ خالص ديت بتبقى جميله جدا بقى معاه كده، لان انا بشرب القهوه بتاعتي مره جدا يعني. يعني ساده مثل الساده يعني. وبعقم بقى الرخامه اهوت بالكلور.
انا اسفه قوي على الاضاءه، لان اللمبه عندي اللي انا بحطها دايما في المطبخ القويه الكبيره قوي دي اتحرقت للاسف. فجبت لمبه من بره بس كبيره برضو، بس مش عامله نفس اضاءه اللي هي الكبيره قوي دي. خرجت بقى كده بقى بسرعه، قلت هفطر حتى وانا واقفه، هفتح بقى خلاص ادخل الشمس، وشغلت القران وهشرب بقى القهوه. واو، ده انا هفتح الفلوس الذهبية. فتحت كده بقى اهوت الشمس دخلت، والغسيل انا نشراه اهو على الحبل، وبشرب كده القهوة. شايفين بقى كده الصدمة بقى يعني. بعشقه جدا جدا القرنبيط، هوريكم هما اتنين صغيرين قد ايه. انا بقى بعمل خلطة القرنبيط بتاعتي الجبارة الحلوة الجميلة ديت يعني، اللي هي الدقيق وكده بالبيض، بعمل العجينة بتاعة القرنبيط تحفة يعني الصراحة. يعني انا عندي هنا اهوت، انا كنت شارياهم اتنين من يومين في مشتريات يعني الخضار وكده، صغيرين جدا. بقشر طبعا القرنبيط، بتقشر الاول عشان لما يستوي معاكي يبقى طعمه حلو، لكن مش هتقشريه مهما تسلقيه مش هيبقى مستوي معاكي في بقك، حتى لو حمرتيه برضو في الزيت هيبقى وحش جدا وجامد. وعملت اهوت دقة التوم بالكمون كتير بقى، وحطيت ميه برضو فيها كمون وشطة حمراء، مفيش اكتر من كده. وعلى العجينة هيت معايا يجي نص كيلو دقيق، وحطيت بقى المية اهوت وبعجن عجينة القرنبيط. والخضرة بقى غسلاها ونقعاها وصفتها. انا بخلي العجينه كده، شوفوا بقى كده يعني، خدوا بالكم ان العجينه بتاعتي مش بتبقى سايله، انا بحبها تكون متماسكه كده يعني، مش طبعا زي الكيك. قبل بقى ما احط البيض هي طبعا كمان هضطريها كمان يعني معايا، وبعملها بايد اهوت عشان تاخدوا بالكم، مش عاملاها بالمضرب ولا حاجه. ومقطعه كده الخضره اهوت، غسلاها واقطعها. مفيش. أنا مش هتكلم. اهوت القرنبيط خلاص نزلته بقى في العجينه الحلوه ديت، اللي هي شايفين بقول لكم يعني ان هي مش سايله قوي يعني، تبقى ميه كده. وبحمر بطاطس برضو على النار، بيبقى بقى مقرمش كده، ولا حط عليه بيكنج باودر، ولا اللي هي بيكنج باودر الصودا كربونات عشان ما يشربش زيت، ولا شارب معايا ولا نقطه زيت، وطالع مقرمش وجميل وهش وطري كده من جوه ومستوي. وزي ما احنا شايفين طعمه وريحته يعني الصراحه مش هقول لكم خرافه اهوت. يعني القرصين الاتنين القرنبيط وبتنجان كمان عملته معاه، اللي هو يبقى يفتح النفس كده. فاولادي يعني بقى انصدموا بقى، يقولوا لي احنا ما بنحبش القرنبيط قد كده، فقلت لهم ليه، ده بقالنا سنه ما كناهوش. يعني تغيير بقى النهارده. ومع السلامه والى اللقاء في فيديو جديد.